ده بوكس برضه انا اللي كنت عاملاه. بسم الله. انا مش قادره والله، مش عارفه هيتقلب مني. بجد الموضوع شاق جدا اهو، مش عارفه دي والله فضيه. انا بحاول فيها بقالي كتير جدا 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 اهو. كل ده يعني معظمه ان انا لما بخيط بحط الفضيه بحوشها عشان اعمل بيها حاجه، اجيب بيها خمارات، اجيب بيها نقابات، اجيب بيها جيب للبنات اللي هي بتبقى نفسها تلبس جيب ومش عارفه عشان الفلوس او عشان ظروفهم او مثلا بحوشهم عشان اجيب بالونات، اجيب بونبوني اوزع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا ببدأ الفيديو بضحك لان انا دي الميه الثامنه او التاسعه اللي بعيد فيها فتح الفيديو من اول وجديد، او مثلا حاجه معديه زي كده تعمل صوت فوقف الفيديو وانسى الكلام، اصلا انسى الكلام في الطريق ابدا من اول وجديد. خير الحمد لله. انا سلمى قاسم فاشن ديزاينر، وان شاء الله ان شاء الله يعني اكمل في اليوتيوب، لاني بقالي كتير جدا ما فتحتش ولا عملت فيديوز خالص، فبأمر الله اكمل فيه. انا بدي كورسز تفصيل، بعلم الناس التفصيل والخياطه، والحمد لله بفصل كل حاجه، بفصل باين طبعا من مانيكانات، وباين من سوق اكاديمي بالشقلوب وباين طبعا من لبسي. هو ده تفصيلي، ده عبارة عن ادناء بيزك تحت كده، هحاول ان انا الف الكاميرا عليا تمام، هوريهولكوا بالطول تمام. بسم الله. هحاول انزل اهو كده كده بالشكل ده، من ورا اي طويل ومن قصير ومن قدام قصير. ثانية واحدة بالشكل ده، شايفة ولا لا؟ اهو التدقيق انا اللي عاملاها، عبارة عن ادناء والبيزك اللي تحت عشان خاطر ممكن نشيل الادناء ونلبسه. اللي تحت ده زي فستان، يا اما بكم يا اما يتعمل بنص يا اما بكت زي ما العميلة عايزة، بس الطبيعي ان الادناء بيبقى مقفول كده تمام بالزراير بتاعته عادي، ومعمول عليه جيبة عادي. فانا ما عملتش سكيت، عملت ديس لان انا كسل وبحب ان انا الحاجه اللي معايا تتعمل ايه، تتلبس بكذا شكل. هو بالشكل ده طبعا هنا مقفول مش مفتوح عشان ما يبقاش واسع فينزل قوي، هو على حسب ما ايه برضه. بسم الله نرجع تاني كما كنا، على حسب ما العميله بتبقى عايزه الادناء او الحاجه بتاعتها عامله ازاي. بس انا بحب ان الحاجه تتلبس بكذا شكل، حاجه واثنين وثلاثه، لان في ناس بيبقى صعب عليها ان كل شويه تعمل لبس تجيب قماش، الكلام ده كله بيبقى الموضوع مكلف عليهم. فبفضل ان حاجه واحده تتعمل بكذا طريقه، تتلبس بقى ايه بكذا شكل، ما يبانش ان دي نفس القطعه. النهارده في الفيديو ده هكلمكم عن حمله انا بقالي كتير جدا 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 نفسي اعملها، اسمها اسعد غيك تسعد. غالبا بقالي سنة و6 شهور او سنتين مقيدة ان انا هعمل الفيديو وهنزل وههتم والكلام ده كله، ولكن ضغط الشغل مع امتحانات الجامعة، بس انا الحمد لله خلصت كل حاجة ليها علاقة بالدراسة، والحمد لله هتخرج اهو، فعقبال الجميع ان شاء الله. فبقيت عايزة اتفرغ بقى لموضوع اليوتيوب ده بشكل اكبر، لان حاسة ان هو من الحاجات اللي على السوشيال ميديا اللي بتنتشر بتوسع وبتوصل الكلام لفئات كبيرة وناس كتير، مش فئة بعينها او مثلا حاجة اجتماعية صغننة، لا هو كبير جدا. فحاسة ان الموضوع يبقى لطيف تمام. بالنسبة برضه للإدمان، عشان ارجع للموضوع بتاعنا تاني اللي مش ممكن ما يبقاش واضح في الفيديو، فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتلاقوا هبقى حاطه في اول كومنت او في الديسكريبشن في صندوق الوصف حتى اللينك بتاع الفوت سيشن اللي كنت عاملاه للادمان، هتلاقوا بقى الصور واضحه جدا، وممكن احطها برضه كده وانا بتكلم كده
ان دي الستوري بتاعت الادناء وكده. لو ما حطيتهاش في الفيديو هتلاقوها عندي على الاكونت بتاعي او البيج بتاع الشغل بتاعي، اسمها سو اكاديمي، تمام، بالانجلش سو اكاديمي زي اللي فوق بس دي متشقلبه. يا اما الاكونت بتاعي الشخصي اسمه سلوى قاسم بالعربي، تمام. وطبعا هتلاقوا الايكون بتاعتي برضه في البيج وفي الاكونت بتاعي عادي. ايه تاني؟ نيجي على موضوع الفيديو بقى. اسعد وهي تسعد، طبعا هي الجملة واضحة جدا وبتوصف نفسها بنفسها زي ما بيقولوا. يعني ودي حقيقة. انا لما باجي اعمل حاجة لحد عشان اساعده او ابسطه او ايا كان، بحس ان يعني انا ببقى مبسوطة اكتر مليون مرة من ما بعمل الحاجة لنفسي. يعني مثلا بجيب لبس لنفسي حاجة، وان انا جبت قماش وفصلته عشان اديه لحد، يعني بجد بحس اني مبسوطه اضعاف مضاعفه مما انا عاملاها اصلا لنفسي. فدي حقيقه والله العظيم. وخصوصا ان احنا لما بنساعد حد قدامنا بيبقى الموضوع خالص لوجه الله، يعني انت مش مستني منه اي حاجه، انت بتعمل كده عشان يعني احنا اللي محتاجين اللي قدامنا بمعنى اصح. يعني انا دايما لما كنت بطلع، بس بقالي فتره ما رحتش بصراحه وان شاء الله هيرجع تاني، لما كنت بطلع قوافل تبع جمعيه رساله او تبع تيم نازل يعمل عمل خير او الكلام ده كله. مش موضوعنا، بس الزجاج وقع. الزجاج بتاع، هو انا عامله زي قماش فهي مش للاسف مش بتتثبت بشكل كويس، فالزجاج وقع. يلا الحمد لله مش موضوعنا، نيجي لموضوعنا. لما احنا بنبقى نسيت للاسف انا مبعرفش اعمل مونتاج، فثانيه واحده هفتكر. بسم الله الرحمن الرحيم. لما احنا يعني بطلع قوافل وكده او بعمل حاجه خير او بنبقى تيم او بساعد اي حد ايا كان ايا كان بمساعده ماديه او معنويه او مجهود او تطوع بالفلوس او بالمجهود او ايا كان نوع المساعده دي وبساعد اللي قدامي ويقعد يدعي لي كتير او يتكلم معايا كتير ويقعد طول الطريق يدعي لي او يقول لي انا مش هبطل ادعي لك، وبجد يعني انت ساعدتيني قوي وانت وقفتي جنبي وانا عطلتك واخدت من وقتك ومن مجهودك ومن لا والله العظيم بيبقى يرضي على اللي قدامي ان يعني انت اللي ساعدتيني، انت انا اللي محتاجالك مش انت اللي محتاجاني. بمعنى ايه؟ ان احنا معظمنا يكاد يكون كلنا اكيد عندنا ذنوب، واكيد بنقع في معاصي وبنقع في ذنوب، وبيبقى عندنا اكيد عندنا حسنات يعني ربنا يكترها، واكيد عندنا سيئات. فاحنا اللي بنبقى محتاجين للناس اللي احنا بنساعدهم ومحتاجين لدعواتهم عشان هم اللي بيساعدونا، مش احنا اللي بنساعدهم خالص. هم بيشيلوا من علينا اي وزي احنا وقعنا فيها واي ذنب او اي معصيه او ايا كان بقى، ايا كان الحاجه اللي احنا بنعملها هم بيشيلوا من علينا والله، مش احنا اللي بنساعدهم خالص، هم اللي بيساعدونا. وكنت مشاركه في نشاط اسمه مكفوفين تبع جمعيه رساله برضه. النشاط ده متقسم لكذا فرع، يا اما تاخد الكفيف، لو انت راجل بتوصل كفيف، لو انت بنوته بتوصلي كفيفه، توصليها الدايس او ايا كان بقى عند الدكتور او مشوار او ايا كان فمثلا برضه ببقى ماسكاها في الشارع وحاسب المطب واحده هننزل السلم بوياها حاسب فيه عربيه واسندها وافضل ماسكاها والكلام ده كله، تقعد يعني تبقى ماشيه مبسوطه وفي نفس الوقت تقول انا متضايقه ان انا بتقل على اللي قدامي. ده يعني انت مش بتقلي عليا والله العظيم، انت بتساعديني، انت بتشيلي من عليا، انت مش متخيله. فيعني احنا يعني بجد لما بنيجي نعمل حاجه اللي قدامنا والله بنسعد عليها وبنبقى مبسوطين اضعاف مضاعفه مما احنا نعملها اصلا لنفسينا. فدي يعني حاجه انا عايزه اعملها الفتره الجايه بشكل بقى اكبر. ان انا في شويه افكار في دماغي وشويه حاجات انا جايباها هوريها لكم دلوقتي ايه هي اللي احنا هنعملها. زي ايه؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. هيجي حد يقول لي طيب يا سلوى، انا ببص لايه طيب الاول عشان تبقوا عارفين. الكشكول بقى كاتبه فيه اي حاجه، اي فيديو انا بنزله عموما من قبل كده ما باجي انزل لكم حاجه، حتى الفيديو بتاع النقاب، الدنيا ظلمت. الفيديو بتاع النقاب اما جيت ان انا انزله نزلت لكم فيديوهات قبل كده كنت ببقى كاتباها، فانا ببص هنا على البوينتات اللي انا كاتباها عشان ما انساش. وده طبعا مش بس شعري وقع. يلا الحمد لله وقع مش هتيجي حد يقولي طب يا سلوى انا مش معايا فلوس،
اجيب حاجه واساعد بيها غيري والكلام ده كله. هقول لكم بقى اقل التكاليف، انا عامله كده باقل التكاليف، مش لازم ان انت تجيبي حاجات كبيره مش عارفه ايه، احنا ممكن نساعد باقل حاجه. يعني مساعده بان انت او انت ماشي في الشارع فلقيت حد ماسك حاجات تقيله فخدت منه، مساعده بان انت قاعده في مترو او انت قاعد في مترو فلقيت ست كبيره او لقيت حد شايل بيبي او حد تعبان فانت تقوم وتقعده. الموضوع ده بقى اصلا يكاد يكون معدم الا من يرحم ربي. طبعا في ناس بتقوم بتقضي، بس الموضوع بقى قله قليله اللي بتقضي الست الواقفه، او بيشوفوا ست تعبانه وشايله مثلا شيل تقيله في ايديها او شنط، او بتطلع سلم مترو او اصلا ماشيه او ويعرض عليها مساعده او ياخد منها الحاجه. بجد انا مبقتش اشوف الموضوع ده، انا ببقى ماشيه في الشارع اقابل ست كبيره واخد منها الحاجه والاقيها تقيله جدا واستغرب، يعني انت حضرتك جايه كل الطريق ده محدش شاف منك ولا شال منك الحاجه ازاي؟ يا جماعه يعني والدتك والدك يعني كده كهم كاهالينا كانها ست كبيره دي منطق فنشيل عنها. فدي مساعده، دي مساعده باقل حاجه، انت ساعدت او انت ساعدتي بمجهودك لا اكتر ولا اقل. طيب نقدر نساعد بايه تاني؟ نقدر نساعد بالكلمه الطيبه. الكلمه الطيبه زي ما كان في حديث او مقوله بتقول الكلمه الطيبه صدقه. تمام. زي ايه؟ زي انا ببقى ماشيه في الشارع دايما والله العظيم بيبقى بحس ان ربنا بيبعت لي ناس بتطبطب عليا عن طريق الجمل اللي بسمعها. مثلا ببقى ماشيه في الشارع وتيجي واحده تقول لي الله انت شكلك حلوه قوي في النقاب، انت شكلك جميل جدا، الفستان بتاعك حلو قوي بجد، لفه النقاب بتاعتك جميله جدا، طب انت جايبه اللبس ده منين، شكله حلو قوي عليكي. طب الكلام ده بحس ان الكلام ده بيطبطب على قلبي قوي، بفضل ماشيه طول الطريق ببقى مبسوطه جدا. بروح البيت بحكي لوالدتي، احكي لاختي، ابقى منبهيه كده ومبسوطه بجد والله العظيم. فبقيت انا كمان اعمل الموضوع ده، بقيت لما بشوف واحده مختميه او منتقبه او ايا كان او ضحكتها حلوه او قدامي ايا كان هي عامله ازاي، بتعمد ان انا اقول لها الكلام ده، وبتعمد ان انا اشوف يعني صفه جميله جدا هي واضحه عليها واقول لها، زي مثلا اللهم بارك بجد ضحكتك حلوه قوي او شكلك جميل جدا او ما كنتش اتخيل ان انا اقول كده. يعني كنت دايما يعني انا بشوف الناس، بشوف البنوته الحلوه دي او الملتزمه او ايا كان شكلها لطيف او عسوله حتى لو كانت بشعرها، ربنا يهدينا جميعا. هو بيبقى في بنات شكلهم قوي قوي اللهم بارك. اللي كنت بعمله كنت بقول جوايا اللهم بارك ربنا يحفظها ما شاء الله جميله جدا، او اكلم صاحبتي اقول لها عسوله اللهم بارك انا خفت يا ربي. عايزه اقول لكم ان انا اصلا من اول الفيديو انا ده تيوب ماليش دعوه، انا بنسى امسحها والله العظيم، بس اللي هناك دي انا مسحتها قبل الفيديو، بس دي عشان كانت واقعه اصلا في الايد وانا اللي حطيتها بالعافيه عشان يبقى في تناسق بينها وبين الناحيه التانيه. فانا بعتذر جدا، بس انا اتخضيت والله العظيم، خصوصا ان مفيش حد معايا في الاكاديميه. انا طبعا السيشنات بتاعتي والكويسات بتاعتي بتبقى الصبح، والصبح بيبقى معايا الطلبه ومتديبات وشغلي والدنيا دي، فبالليل بعمل بقى الفيديوز اشوف لو حاجه ويايا الكلام ده كله. نيجي على موضوعنا. فبقيت مثلا اتكلم مع صاحبتي جنبي اقول لها عسوله الكلام ده كله، بس بقيت اتعمد لان الحاجه دي بقت بتفرحني جدا وبتبسطني وبتخليني على مدار اليوم مبسوطه وافتكري كلام البنوته اللي قالته، فببقى سعيده ومنشكحه كده. فبجد اقل حاجه ان انت تقولي تمدحي في اللي قدامك او تقولي حاجه جواكي للي قدامك، دي اقل ما فيها. تمام. ولا محتاجه فلوس ولا محتاجه اي حاجه ولا اي حاجه، هي كلمه كده. تمام. تبسمك في وجه اخيك صدقه، ان الانسان يبقى بشوش ومبتسم مش ماشي مكشر كده ولا ليه. تبسمك في وجه اخيك صدقه، نبقى ماشيين مبتسمين، انت تشوفي بنوته كده وقاعده في المترو او في الميكروباص او ماشيه في الشارع تبتسمي وتضحكي، تبتسمي ها مش لا تبتسمي ابتسامه خفيفه والبنت للبنت ها، عشان ما يجيش بنت تروح مبتسمه الولد، لا حضرتك البنت للبنت والولد للولد، عشان ما تجيش تقولي يا سو انت قلتي دي صدقه، لا انا قلت صدقه لبني جنسك، يعني بنات وبنات وولاد وولاد، ما قلتش تبتسمي لحد. تمام. اقل الحاجات. طب ايه تاني ممكن اعمله او اللي انا شخصيا هعمله؟ هوريكم دلوقتي شويه حاجات هنعملها حلوه جدا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا. طبعا عامله الينج لايت عشان ايه الدنيا مش مظلمه
دلوقتي ايه الحاجات اللي بقلل التكلفه؟ البوكس ده عباره عن ايه اصلا؟ كان فيه شوز بتاع اختي الكبيره، الشوز كان بوت، تمام، وهو ده كان الوش، وده البوكس نفسه، تمام، اللي هو اصلا ده بيبقى معظم اشكاله كده بس على حسب الشكل. يعني ده بايدو بوكس انا هعمله، مش لازم ان انا اجيب مثلا بوكس جاهز زي كده تكلفته 60 70 80 جنيه، مش لازم ان انا لو مفيش ماديات تسمح، مش لازم اجيب بوكسات عامله كده اللي هي بتبقى جاهزه، يعني دي بوكسات جاهزه، لكن ده انا اللي عاملاه ايه، ان انا جبت الورق ده بيبقى زي افيخ لوح من الصيدليه مواضيع من المكتبه ملونه، وبنغلف بيها الصندوق اللي عندنا ايا كان البوكس اللي عندنا ايه. يعني بايدو مثلا ده كان بتاع فوط اهو، بتاع فوط وشكله حلو جدا، بتاع جهاز اختي الكبيره، يعني ايام ما كانت بتتجوز وكده اخدته بقى، يعني شويه حاجات كانوا هيموها عجبني جدا، واخدت كل البوكسات اللي تنفعني. طبعا هحط لها كفر عشان هو من هنا اتقطع وكان شفاف، فهحط لها كفر وهستخدمه، تمام. في امكانيه تجيبي بوكس جاهز بفلوس، تمام، مفيش خلاص احنا هنظبط نفسنا. كنت جايبه الفيخ ده ساعتها ب 3 جنيه ب 5 جنيه، ما بقاش موجود كده، عارفه ان الاسعار غليت شويه، بس انا بقول ان هي باقل تكلفه. والبوكسات دي نفسها بنجيبها منين؟ بنجيبها من عند بتاع الشوزات عادي، انت بتروحي تقولي له عايزه بوكس فاضي انا هعمل بيه حاجه، فبيدولك ب 3 جنيه ب 5 جنيه زي ما هيديهولك بقى، تمام. وتغلفيه، لقيتي الموضوع فتح عن ال 5 جنيه 10 جنيه، لا اشتري بوكس جاهز وخلاص، لان انت اول ما تجيبي ده وتجيبي ده هيبقى التكلفه برضه كبيره لو انت ما عندكيش حد بيديكي البوكسات كده. انا والله ساعتها غالبا كان مش متذكره انا دفعت فيه فلوس ولا اداهوني كده، لانه كان معاه كذا واحد تاني، تمام. غلفته وعملت ايه؟ عملت دي هابي مسجات ايه، اوزعها على الناس ايه وتبقى مبسوطه كده اهو، زي ايه، زي المسج دي كده، ممكن تكون مش واضحه. مثلا هي خدتها بعشوائيه، كاتبه فوق رساله ربنا ليكي، تمسكي بالامل مهما كان حلمك مستحيل، وايه مثل قلبك ان الله على كل شيء قدير، تفائلي يا غاليه، هاشتاج انت قدها، هاشتاج انا اقوى من الشيطان، هاشتاج، وكتبت قناه اليوتيوب بتاعتي عشان خاطر يشوفوا الفيديو يفهموا الفكره ايه، يبقى في تفاعل، اعرف ان انا يبقى عندي اكبر كم من الناس اللي هي بتعمل كده وبتفرح غيرها زيي، معايا، نبقى تيم واحد. نفسي بجد كل حد عايز يعمل الفكره دي او عايز ينزل معايا او ننزل كلنا كتيم واحد نوزع الحاجات دي واوريكم حاجات تانية بتمنى. فعايزه تبقى الناس عارفه مين انا، مين سلوى بتعمل ايه، موجوده ايه، عايزه تسيب اثر ازاي يعني في الدنيا ان شاء الله، عشان يبقى هو ده اللي باقيلنا، هو عملك الصالح هو اللي بيدوم ليك، السيئة الطيبة، الكلام الكويس عنك، مفيش اي حاجة تانية بتدوم، مفيش اي حاجة ولا في اي حاجة بتنفع، زي ما ربنا قال في القرآن الكريم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. بس مفيش ولا مال بتنفع ولا فلوس تنفع ولا اولاد بتنفع ولا صاحب بينفع ولا تليفون بينفع ولا اي حاجه، عملك الصالح وعملك بس. فاحنا على قد ما نقدر عايزين نبقى كلنا بنعمل لاخيتنا، مش بنيجي بس على دنيتنا وخلاص وعلى الفلوس وعلى لا عايزين نبقى بنعمل لاخيتنا كمان. وكاتبه في الظهر في الوش كانت رسالة ربنا ليك، في الظهر كاتبه هاشتاج حمله اسعد غيرك تسعد، هاشتاج جبي الخواطر لله، هاشتاج اسعدوا غيركم، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، تحت سلوى قاسم تحت قدها، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. دايما الآية دي تبقى في دماغنا، بمعنى ايه، ان اول ما نحط دماغنا على السرير كده على المخدة نقعد نعمل ايه، احنا بس بنحاسب نفسينا. بمعنى ايه قصدك يا سو؟ بمعنى ان انا عملت ايه النهارده كان غلط واعاقب نفسي عليه، وابتدي اكفر عن الذنب ده او الحاجه الغلط دي، بان انا ايه اللي بيكفر الذنب او ايه اللي بيمحي اصلا ذنوبنا او الكلام ده كله. ال مش الحسنات بتذهب السيئات،
فاحنا عايزين بقى نجيب حسنات. نجيب حسنات ازاي؟ بالعمل الصالح، بالصدقات، بعمل الخير، بالاستغفار، بالالتزام اكتر، بالانضباط اكتر. ما هي المعصيه او الذنب اللي بنعمله لو ما كانش قربنا من ربنا هو هيبعدنا عنه وعمرنا ما هنبطله. فاي ابتلاء او اي حاجه احنا بنتحط فيها فده دليل كبير على ان ربنا بيحبنا وعايزنا نتقرب منه اكتر. مش احنا في ابتلاء او في ضيق او في مشكله كبيره واخرج منها ان انا لا، مثلا لو انا محجبه لا انا هقلع الحجاب عشان انا اتخنقت ومخنوقه ومكتئبه فانا هفك لا انت كده مش بتفكي، انت كده بتبعدي اصلا فهتبتلي اكتر. يعني الابتلاء ده بيبقى يعني ربنا عايزنا بقى نرجع، عايزنا نصلي، عايزنا نلتزم اكتر. فربنا يعفو عنا يا رب ويغفر لنا جميعا ويثبتنا على طاعته ويبعدنا عن معصيته، اللهم امين يا رب العالمين. فدايما نحاسب نفسنا بنفسينا قبل ما نتحاسب، قبل ما نقف قدام ربنا. يعني بمعنى اصح اليوم عمل بدون حساب وغدا حساب بدون عمل. احنا النهارده وطول ما احنا عايشين احنا بنعمل وما بنتحاسبش. في ناس بتتحاسب ان هي بتبتلى بحاجه، بتصحيم من حاجه، في حاجه كانت بتتمناها وما بتحصلش، مش عارفه ايه، بس ده ولا حساب ولا اي حاجه. احنا بنتكلم على الحساب الاكبر يوم القيامه وبعد موتنا بقى، اللي فيه جنه يا اما نار. هو الحساب ده اللي احنا بنتكلم فيه. فاحنا النهارده بنعمل كل حاجه واحنا عايشين ومش بنتحاسب. بكره مش هنعرف نعمل اي حاجه، احنا هنبقى واقفين بين ايدين ربنا بنتحاسب بس. مفيش اي وقت لينا، او يعني مش هو زي ما بيقول برضه يا رب يرجعون لعلي اعمل صالحا. مفيش، مهما هتقول يا رب يرجعني بس دي اصلي اعدل الذنب الفلاني ومش عارفه ايه، للاسف مفيش اي حاجه بايدينا ولا في اي حاجه تتغير خالص. يعني احنا مش بايدينا اي حاجه. فدايما يعني نحط في دماغنا حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، اليوم عمل بدون حساب وغدا حساب بدون عمل. تلاقي نفسكم يعني بتعملوا للاخره مش بتعملوا للدنيا خالص. تمام، دي اول حاجه. طبعا انا جايبه الورق ده ورق لوح، افيخ لوح ملون. طبعا خليت الموضوع ده انا بقول لكم بقالي سنه ونص والله العظيم عايزه اعمله. عايزه اعمل مسجات واوزعها على الناس وبونبوني وبالونات زي ما هوريكم دلوقتي وخمارات ونقابات، وربنا ييسر لي الامر يزوني من حيث لا احتسب، واعمل ادناءات واوزعها وفساتين وبلوزات والكلام ده كله. ابقى انا اللي مفصلاها، انا اللي عاملاها واوزعها. بس طبعا الموضوع عايز سيوله شويه، فربنا ييسر ان شاء الله واعمل كده. طيب الزجزجه دي ايه اهي، دي المقص ده عادي، في مقص الزجزجه بيدي شكل لطيف عشان نكتب المسج ونوزعها. اللي عايز الرسايل دي يبعتلي وانا هبعتله كل المسجات دي، هسويها له وابعتها له. يبعتلي على الفيسبوك، يبعتلي على الواتساب، زي ما هتبعتوا انا هيرد عليكم ان شاء الله. وفي المقص العادي. طب انتوا عندكم افيخ لوح؟ مفيش. عندك سكتش رسم قص منه، ما عندكيش عندك كشكول قص منه بشكل كويس كده. مثلا سيكل اللي هي دايره مثلا، مستطيل، مثلث، ايا كان، قصي بشكل لطيف والناس هتقضي. انا كنت هطبع كل المسجات دي كنت هطبعها، بس كذا حد قال لي لما الحاجه تبقى مكتوبه بالايد الناس بتقضي اكتر مما انت بتوزعي ورق متصور، بتقوم بيقطعوا اصلا ويكاد يكون ما بيبصوش. فالموضوع كان مرهق شويه، بس يعني وجهه النظر صح. الحاجه معموله بحب ومكتوبه كده بالايد، فان شاء الله الناس هتلاقيها بتحتفظ فيها بضهي التليفون بتبص لها. كل واحده تبقى عايزه تعرف رساله ربنا ليها النهارده ايه، او ربنا بيطبطب على قلبها ازاي. هو سبحان الله ربنا هو بعتنا رساله للي قدامنا عشان يطبطب على قلبه او يقول له يجعلي او عايز يوصل له حاجه معينه. يعني يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا ابدا. تمام، احنا بنعمل بقى الحاجه باقل تكلفه، مش لازم اجيب افيخ لوح. انا ايام ما كنت عامله المسجات دي لان بقى لها فتره طويله جدا جدا، كنت جايبه الفيخ ساعتها ب5 جنيه، دلوقتي الفيخ ب15 جنيه، فممكن الموضوع يبقى مكلف. بس والله لو اتشال من مصروفك او من فلوسك او من فلوس على جنب، او نزلتي اكلتي اكله وباقي بقيه الفلوس 15 جنيه 10 جنيه، اي فلوس على جنب بتشيليها في بوكس صغنن كده بتحوشيها، الفضيه بتتحوش، هتلاقي نفسك جبتي كل حاجه. جبتي كيس بالونات هوريهولكم، هوزعها ان شاء الله على الاطفال. انا مقصه ورق تاني عشان اكتب فيه، لسه ما اتكتبش فيه، وعندي ورق كتير انا قصاه.
وطبعا عشان انا التفصيل وكده برسم على لوح، اصلا الباتيون برسم المقاسات بتاعت العملاء على لوح، فانا الحمد لله عندي كيس بالونات زي كده. انا مش عارفه هو حاليا بكام، بس هو لا يتخطى ال 100 جنيه في 100 بالونه. يعني 100 بالونه انت فيحتي 100 طفل، فيحتي 100 حد، فيحتي 100 باهاليهم كمان، لان يعني انت عشان تدي طفل بالون فبيبقى فرحان جدا جدا، فمامتها كمان بتبقى فرحانه من فرحه بنوتتها بالبالونه او ابنها بالبالونه. ده اقل حاجه تشاركي فيه انت واصحابك وقسموها عليكم، والله اقل حاجه. يبقى معاكي البالونات دي في الشنطه، مش هتاخد مكان، مش لازم كل ده، حبه بالونات كده في الشنطه، معاكي بونبوني، معاكي المسجات دي في شنطتك، يا كبتي ميكروباص يا كبتي متيو، تدي اللي جنبك كده تريحيهم من باب ادخال الزي على قلب مسلم، والله وهيتفيض لنا اضعاف. والله العظيم انا بعمل الفيديو وانا متحمسه ومشتاقه، لان انا بقالي كتير جدا جدا والله العظيم عايزه اعمله، بس الحمد لله وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يا ربنا مش بيأخر حاجه غير عشان تيجي احسن بكتير مما انا كنت اصلا هعملها من سنه، من قبل سنه كمان. تمام. اي فلوس على جنب تتحوش تتكسي. انا مسميني سلوى هات جنيه. يعني انا اي حد كنت بشوفه كنت بقول هات جنيه بابا، اشوفه اول ما اشوفه هات جنيه بس. فهات جنيه على انا اي خيوجه كنت بخيجها. كنت بايكن الفلوس بتاعتها على جنب، يعني بايكن الباقي. جبت ميكروباص مثلا سي ب 3 جنيه وانا اديته 5، اداني 2 جنيه، شلت الفضيه ما بصرفهاش، بحوشها في الشنطه. شنطتي معظم شنطتي والله دي صدفه، والله صدفه ولا اي حاجه. سامعين؟ كل دي فضيه تحت الشنطه، من تحت من النوايا اهي، يعني بعيدا عن الفلوس الوايه اهي هشيلها، والله صدفه. انا مش يعني هي جنبي كده، بس عشان كنت بتكلم في الموضوع. كل دي فضيه. اتشحي صباعي اتشحي يا جماعه، الجنيه بتاعي يحفظ. ما علينا، بعد الفيديو هدوي عليه. كل دي فضيه، الفضيه هنا كتير، وفين وهنا تحت كده، هنا فضيه كتير. انا دايما بعمل كده، باكل الفضيه دي كلها. طب فضيه على فضيه على فضيه تعمل لي قد ايه في الاخر؟ انا كسلوى انبهرت والله العظيم. اهي بسم الله، ده بوكس بايظ انا اللي كنت عاملاه. انا مش قادره والله، مش عارفه هيتقلب مني. بجد الموضوع شاق جدا. مش عارفه دي والله فضيه انا بحاول فيها بقالي كتير جدا 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 جدا. اهو كل ده يعني معظمه ان انا لما بخرج بحط الفضيه بحوشها عشان اعمل بيها حاجه. اجيب بيها خمارات، اجيب بيها نقابات، اجيب بيها جيب للبنات اللي هي بتبقى نفسها تلبس جيب ومش عارفه عشان الفلوس او عشان ظروفهم او مثلا بحوشهم عشان اجيب بالونات، اجيب بونبوني اوزع، اجيب افيخ اللوح اللي انا هقصها واكتب فيها المسجات، اجيب حاجات افرح بيها غيري. فبجد يعني انا مش عارفه هما كام، بس في فيديو تاني انا ان شاء الله هبقى انزله لكم وانا بقول لكم دي كام، وعايزاكم تقترحوا عليا اعمل بالفلوس دي ايه، يعني جزء منها اوديه فين، اودي فين. ولو اللي انتوا اقترحتوا عليا فيه اكتر من الفلوس دي، لان الفضيه دي مش هتعمل مبلغ كبير، هي بامي اللي هتتخطى ال1000، بس ايه يعني انا ان شاء الله ربنا يرزقني من حيث لا احتسب، وانا حاطه في دماغي ان انا احط عليها فلوس كمان، فلوس مجمده بقى مش فضيه. فاقترحوا عليا اعمل بيها ايه الفلوس دي، يعني اوظفها بطريقه كويسه صح ازاي. وانا من الناس اللي بحب اعمل الخير يبقى ملموس كده بنفسي، انا اللي عاملاه بنفسي، مطلعه فلوس لحد بايديا، انا موديه وجبات بنفسي، هدوم بنفسي، خماي بنفسي، او احنا كتيم. اقصد ما بحبش ادي حد فلوس واقول له ده جزء كده طالع لله وظفه، يعني بحب ان انا ابقى لا عامله الحاجه بمجهودي انا. تمام، الا لو طبعا وصلت ماء بعيده جدا او اضحيه بعيده اللي هي زي في الصومال، في السودان، في قريه فقيره جدا بعيده، لا ساعتها انا بدي عادي وانا مطمئنه جدا.
تمام. فدي والله بفضلها. والمتديبات بتوعي اللي هو اللي بياخدوا معايا كويسات والكلام ده كله، لما بتيجي واحده تتاخر او كده كنت بعمل لها غيامه عشان اخد منها فلوس عشان نكمل الفضيه، واعمل بيها طبعا ضعيفه ان هي تطلع لله، ومش بتبقى غيامه كتير والله. انا بقول لها هاتي الفضيه اللي معاكي او هاتي جنيه او كده يعني، بيبقى الموضوع او بيساب لهم مفتوح، او الدقيقه بتبقى بجنيه وهي محسبه، بس مش بعملها على طول والله العظيم، يعني مش بعملها على طول. ايه تاني؟ هتشوفوا طبعا الناس اللي عايزه، البنات اللي عايزه تنزل معايا حفلات، اللي عايزه تلبس النقاب او الخماي، وطبعا ماديا مفيش اي مشكله، او عندها ظروف مش احسن حاجه او الكلام ده كله، او اصلا اهلها مش موافقين على النقاب والخماي، تبقى تشوف الفيديو هتلاقيه في الشانل بتاعتي، اسمه ازاي تقنع اهلك بالنقاب. تمام. لكن لو مادي عشان الظروف الماديه والكلام ده كله هي اللي ما بتسمحش، ساعتها هتبعتيلي مسج برايفت عادي على الاكونت بتاعي، اسمه سلوى قاسم عادي، تبعتيلي مسج عادي برايفت. ثانيه واحده عشان الصوت اللي تحت، انا وقفت عشان كان في موتوسيكل رايح جاي رايح جاي عشان وقفت، بعتذر جدا. الناس اللي هي عايزه يعني ماديا مش احسن حاجه، او في ظروف او الكلام ده كله، عايزه تاخد خطوه الخمار او النقاب او عموما حتى كالالتزام في لبس فضفاض فساتين جيب الكلام ده كله، تبعتلي. تمام. بس هو حاليا اللي انا شغاله عليه الخمارات والنقابات وكده. ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البالونات دي انا هوزعها بشكل كبير قوي، هيبقى الفيديو ده انا بعمله قبل الوقفه، يعني يعتبر الساعه 12، فالمفروض يعني انا بعمل الفيديو ده الساعه 1-2 بالليل حاجه زي كده، ف يعني يعتبر بكره العيد، فهبدا انا كانت نيتي كده، انا كل مره ببقى عايزه ابدا في مناسبه كويسه، فهوزع البالونات. وطبعا معايا حاجه حلوه جدا، طبعا انا معايا بالونات كتير، في كيس و2 و3، ومعايا العاب صغننه. ثانية نعمل الكاميرا الستاند المسك تحت كده عشان تبقوا شايفين دي كلها بالونات الحمد لله. واللي انا بطلعه ده بقى، اللي انا بطلعه ده العصاية دي والبتاع القمر دي اللي بتحط فيها البالون. طبعا انا عندي بالونات كمان كنت بجيبها من المتيو والله عشان اوزع على الاطفال وانا ماشيه، وبالصدفه هي مكتوب عليها عيد سعيد. البالونه بتتنفخ، وبعدين بعد ما بننفخها ما بنربطهاش، في فتحه هنا بتنزل من تحت من الفتحه دي كده. طبعا انا عشان النقاب والتصوير عادي ممكن اوقف انفخها وارجع لكم تاني. تمام. بنخيطها من هنا كده بعد ما بننفخها، بعدين بتنزل في الحته اللي من تحت دي. طيب العصيان دي انا بجيبها منين او جبتها منين؟ والله كنت بجيبها من بتاع بالونات، كان في حد كان بيجيبها لي من حد، وانا قبل كده كنت بجيبها من بتاع بالونات، كان نافخ بالونات وكده وعنده العصيان دي، بس للاسف مش عارفه اوصله حاليا خالص. فاللي يعرف برضه فين المكان الاساسي اللي ممكن انزل اجيب منه واجيب بسعر الجمله واجيب كميات كبيره، يا ريت يقول لي. بجد بيبقى شكلها لذيذه جدا، وبتخلي الطفله لو مع مامتها او كده يا دوب تشيل البالونه كده وتحتفظ بيها وتروح تنفخها في وقت ما تحب وتلعب بيها زي ما هي عايزه، او حتى لو البالونه طيقعت او حاجه تقدر ان هي تجيب بالونه تانية تحطها في نفس العصايه دي. تمام. هنفخها لكم واوريكم شكلها عامل ازاي. طبعا ده شكلي انا بحاول انفخها من غير ما اقلع النقاب اهو تبقى كده نفختها، باجي امسك العصايه كده بالشكل ده، وممكن ايه بحطها بقى ايه في الفتحه بتاعتها دي بالمنظر القمري ده اهي. طبعا انا منفختهاش كبير عشان النقاب، اهي بتبقى بالشكل ده قمري قوي. طبعا انا بحب اللون البينك جدا، تبقى عصيان بقى اهي كتير الحمد لله، والحاجات بتاعتها اللي بتتحط اهي، فهي هتفرح الاطفال اكتر بكتير من ان انا ايه فوقي عامله ايه روحي خدي بالونه ما يمشي ايه او انفخها وكده. ده بعيدا ان انا طبعا اقسم بالله لما ببقى نافخاها ونازله من البيت، يعني عملت الموضوع ده قبل كده كمان في تدريب تبع الكليه. كنت في زي مستشفى كده او مركز صحي، وكانوا عاملين حفله للاهل المنطقه اللي في المكان.
كنا طالعين يعني انا اقترحت على اصحابي ان الفلوس بدل ما نحطها كده جزء كده وجزء نجيب بيها بالونات ومش عارفه ايه والكلام ده كله، ووافقوا نفخناها. وانا كنت طالعه بحاول انزل لكم الفيديو يرفع ايديا فوق، قلت ايه، قلت عشان ارفع ايدي لفوق والاطفال اديهم واحده واحده عشان يبقى في نظام. فطبعا هم قعدوا يقترحوا عليا ان انا اطلع يميهم واجي، وانا اقول لهم لا 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 همجيه ليه همجيه، احنا نقول لهم واحده واحده بالراحه. انا اول ما طلعت اقسم بالله اقسم بالله الاطفال كانت بتتسلقني والله، فاكياني نخله وعمال الولد بيتشعبط فيا كده وماسك في ايدوي، واللي يشد النقاب والنقاب اتقلع وعملت كده. كان الموضوع حواي ويرفع ايديا لفوق. المصيبه ان يرفع ايديا معتمد ان هم اطفال، فالاقي اولياء الامور الاهالي هاتي يا حبيبتي هاتي يا دكتوره هاتي يا مش يا نهاري ابيض يا نهاري ابيض اللي عملوه فيا. انا اقسم بالله عملت ايه، حاولت امسك في النظام لحد اخر لحظه، رحت فتحت ايديا وسبتهم وطلعت اجي عشان الحق ارفع النقاب. انا عامله كده واللي هو بحاول كده، فالموضوع شاق. فانا خايفه اعملها تاني خصوصا في صلاه العيد او في الوقت ده، واطلع لهم ارجع الاقي يعني عقبال ما هتشوفوا الموضوع ده. بس اقسم بالله الاطفال كانت بتتسلقني، مش عارفه كانوا شايفيني شجره يا نخله، مش مقتنعين اني بني ادمه انسانه لحم ودم. هم عمالين يطلعوا وحد بيتشعبط في هدومي اللي ماسك في الجي يا حبيبي يا حبيبي هتتقلع يا بابا ربنا يهديك. الموضوع كان شاق جدا. فدي اكتر لحظه مؤلمه على قد ما هي مبهجه جدا، دي اكتر لحظه مؤلمه، يعني بلاقي في مسكات غريبه كده اللي هو بلاقي انا بخاف قوي والله العظيم اللي هو هلاقي خيبشه وعلامات، فربنا يستر بقى ان شاء الله. طبعا في ايه، في ده الجزء القمري بقى. النقاب انا جايباه بخمار عشان لو في بنوتات. طبعا انا بفصل كمان نقابات وخمارات، ولكن الموضوع بيبقى مكلف. لو واحده عايزه تيجي تقول لي يا سلوى مثلا عايزه افصل خماري ونقاب، فالتكلفه بتاعته بتبقى عاليه لان هي في تكلفه قماش وفي تكلفه تفصيل في حيوم. فبفضل النقابات والخمارات تبقى جاهزه، لان هي دلوقتي انك تجيبي قماش بتدفعي التكلفه كده وتكلفه تفصيل، لان الموضوع بيبقى مكلف. فجاهزه لان هما بيجيبوا اكواب قماش من المصنع فبيطلعوها بسعر ارخص من القطاعي. تمام. فانا جبته عشان برضه ان شاء الله نعمل حفله كده ونجمع فيها البنات اللي عايزه تلبس الخمار وتلبس النقاب وتبقى هديه ليهم، واللي باستطاعتها تيجي بالخمار بتاعها او تيجي بالنقاب بتاعها وكمان تجيب عليه تاني او تيجي باي حاجه، او تيجي بتاعها بس بالنقاب بتاعها اللي معاها اللي هتلبسه ان شاء الله. تمام. اللي مش باستطاعتها بتيجي واحنا بنوفر لها الخمار او النقاب. تمام. طب اللي عايزه تشيك، يعني في ناس مشيكه معايا وده هيبقى ليهم فيديو لوحده ان شاء الله. بسم الله. مشيكه بايه؟ مشيكه بالخمارات والنقاب. خمارات الخمارات دي. تمام. في ناس بيبقى عندها كذا خمار، او يعني كانت مختميه فانتقبت فلبست خمار اطول، او كانت مختميه فلا قدر الله يعني قلعت الخمار، او كانت منتقبه فقلعت النقاب، فعايزه تتطوع ان هي تتبيع بيهم او تطلعهم كده، فبتجيبهم لي. فاي حد عنده بقى خمار زياده مختمي وعنده كذا واحد او من نفس اللون 2 فيطلع واحد لله، عنده كذا واحد ويقدر يستغنى عن واحد يعني تلبسوا واحده تانية بتجيبهم لي. مش لازم انك تجيبي جديد، بايديك تجيبي جديد. تمام. وطبعا لو حد عايز يبعت ان هو يبعت على اتصالات كاش، عندي طبعا محفظه يتبيع مثلا ويقول لي يا سلوى دي عشان مثلا خمار او خمارين او نقاب او ايا كان هيوظفهم ازاي، ما عنديش اي مشكله خالص. لو هتجيبي برضه من عندك في البيت انا بغسلهم كويس جدا وهبقى اوريكم، وبغسلهم كمان على ايديا، ما بحبش اوديهم دراي كلين عشان اضمن ان انا ابقى نقعاهم واغسلهم وبكويهم وهغلفهم وهحط هديه فوق. وانا طبعا عشان شغلي والتفصيل والكلام ده عامله حاجه سكري جدا وهوزعها ان شاء الله. بسم الله. عامله دي البوكس ده بتاع الفيونكات. طبعا انا اي فستان بفصله لاي عميله او اي حد لازم الفيونكه بتاعته والحزام بتاعه، ده مفيوغ منه. طبعا دي اصلا مش بلاوز، ده فستان فانا تانية كده فمديني ان هو كانه بلاوز مثلا على الاذناء بقى من بره. طبعا هوزع الفيونكات دي، وانت لو انت شغلك شغل هاند ميد او اني واي ايه الشغل اللي انت بتشتغليه بس عندك حاجات تقدري يعني تسيبي بصمتك كده في الموضوع ده اعمليه. يعني شغلك ليه لوحات ليه رسومات اعمليها، ليه حاجات صغننه تقدري توزعيها وتعمليها اعمليها. فعلى حسب شغلكم برضه تقدري ان انتوا توظفوا تريحوا غيركم بالطريقه الجميله دي. هوزعها على المختميات والمنتقبات بس. ماشي. عايزه واحده يختمي، عايزه واحده ينتقبي. اتفقنا.
يبقى كده تمام. بوصي عليك ولا عادي لو واحده عادي محجبه او مش عارفه وعايزه منها وعايزه تهديها لحد او هي نفسها تحتفظ بيها او لعلها ان شاء الله تلبس الخمار او النقاب، ما عنديش اي مشكله اكيد، انا بهزر عليكم. كفايه مش هقول لكم عشان الفيديو ما يطولش لان هو طول، لان انا بقالي كتير جدا جدا ما نزلتش فيديوهات وحشني الموضوع قوي، فمش عايزه اقفل. وكنت عايزه اوريكم الشنطه اللي هناك دي فيها ايه، اللي هي اللي هناك دي شنطه السفر دي، بس عادي ممكن نبقى في ميه تانية ان شاء الله. طبعا زي ما قلت لكم اللي حابه تشيك معانا في ان هي تنزل توزع معانا او تشترك معانا ماديا او بحاجه كانت عندها ايا كان، فستان، جيبه، خمار، نقاب، يعني يا ريت جدا 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 تكتب لي في الكومنتات وتتواصل معايا ونتواصل مع بعض وتنورينا. وهنعمل طبعا يوم للحفله ونتجمع كمان كبنات، لان في بنات كتير بتدور دلوقتي على صحبه صالحه، صحبه تعينها على طاعه ربنا وتبعدها عن المعصيه والكلام ده كله. فهنعمل تيم وجيوب وهنبقى مع بعضينا على الواتساب ونكبر الجيوب بتاعنا ان شاء الله، وننزل كجنينه ويبقى معانا الدف ونغني وننبسط ونلعب كتيم بنات وكناس مع بعضها كده. ونعمل برضه حفله للخمار وحفله للنقاب وحفله للبنات اللي عايزه تلتزم او بتجاهد نفسها وعايزه صحبه تعينها، ده كله هنعمله ان شاء الله. اكتبوا لي في الكومنتات وتواصلوا معايا ان شاء الله نعمل جيوب هنتجمع فيه كلنا باذن الله. تمام. طبعا اللي عنده اي مشكله او عنده اي حاجه سلبيه او الكلام ده كله عايز يتكلم فيها معايا، ما تنسوش ان انا كمان اخصائيه اجتماعيه وليا في المجال النفسي بفضل الله. وطبعا شوفوا فيديوهاتي القديمه لايف كوتش، كنت بعمل فيديوز كده ازاي نواجه مشاكلنا والكلام ده كله. فاي حد عنده مشكله عنده حاجه ايا كان هيقدر يكتبها في الكومنتات ويرد عليها عشان غيره يستفاد. تمام. حابب يبعتها لي برايفت، تمام جدا، هتلاقوني معاكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزاكم برضو تقترح عليا نعمل ايه نوعيه فيديوهات، او لو حد عنده فكره معينه لفيديو معين يبعتها لي عشان احس ان في تفاعل. وطبعا في حتى والله العظيم الفتره اللي فاتت دي كان في ناس متابعاني زي ولاء ربنا يسعد قلبها وزي هيام نور عيني وبنات بجد انا قيفت منهم كانوا متابعيني من الفيديوز القديمه اصلا، فهم اصلا اللي بيشجعوني، هم من الناس ومن الاسباب اللي خلتني اصلا اجي على اليوتيوب تاني او عايزه اعمل فيديوز تاني. اصلا لما تيجي واحده تقولي انت كنت السبب ان انا اختميت او انتقبت او بجد بفرح جدا 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 ان ربنا جعلني سبب في حاجه عظيمه زي كده. بس عايزه اقول لكم والله ان انتوا جمال جدا، وان ربنا بيحطك في الحته اللي تشبه لك، فانت عشان جميله فبقيتي في المكان ده، بس والله العظيم. فعايزاكم تشجعوني وتعملوا شيء للفيديو ده كتير جدا، وتخلوا الفكره تلف بشكل كبير جدا، وعلى مدار المحافظات نعمل حمله اسعد غيرك تسعد. كل بنت من يعني تبقى تكتب لي في الكومنتات من محافظه ايه، هي منين، من منطقه ايه، الكلام ده كله، وتعمل نفس الحمله دي اسعد غيرك تسعد. رساله ربنا ليكي تكتبها، رسايل تفرح غيرها، تجيب بونبوني بالونات وتصوري فيديو صغنن وتبعتهولي تفرح قلبي كده، وهنزله لكم برضه هنا من باب ان في ناس بتستجيب وفي ناس بتعمل. ابعتولي ان شاء الله وانزل كل حاجه بامر الله. هتلاقوا الاكونتات بتاعتي زي ما قلت لكم في اول كومنت باذن الله، وهتلاقوا الفوت سيشن بتاع الادناء القمر اللي انا عاملاه ده وانا لابسه تحته قطعه تانية وانا مغيره في الشكل بتاعه كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نرجع كده عشان النوي اصلا الناحيه دي مش الناحيه دي. هتلاقوا الفوتو سيشن بتاع الادناء السكري ده، وهتلاقوني وانا لابساه وهو مقفول عادي، وهتلاقوني لابساه وهو مفتوح، هتلاقوني وانا لابساه ومش عليه النقاب ده، عليه النقاب بتاعه اللي انا عاملاه بايض وانا اللي مفصلاه وعامله كل حاجه، عامله نقاب بنفس اللون. هتلاقوني وانا لابسه اللي تحت دي مش دي، لابسه حاجه تانية، وان شاء الله هنزل بنفس ده وانا بوزع الحاجات دي عشان تبقى الناس عارفه ان دي انا بامر الله. اي حد هيجي بقى يعني عايز تفصيل، عايز كويس تعليم تفصيل، وعايز ياخد خطوه ان هو عايزه تعمل بيزنس لنفسها او بوزيشن او كارير ليها، وعايزه تتعلم التفصيل عشان تعمل مشروع ليها، هيبقى ليها ان شاء الله خصم طالما جايه عن قناتي على اليوتيوب. اي واحده عايزه تفصل هيبقى ليها خصم بامر الله. الناس اللي مش مقتديه كعيوسه او كده وعايزه تفصل كذا حاجه انا بعمل خصم كويس جدا، ولو هي ماديا مش احسن حاجه اكيد ما باخدش منها اي مقابل، ولو باستطاعتي كمان بجيب لها القماشه يعني من حسابي
وربنا يا رب ييسر لنا جميعا ويجعلنا سبب في فرحة وسعادة غيرنا. يا ريت يا ريت الناس اللي عاملة اشتراك في القناة دوسي على كلمة اشتراك فضلا وليس أمرا طبعا. وبيقولوا ان اللايك بيخلي ناس كتير تشوفه، فما تنسيش تعملي لايك برضه واعملي شيء بقى، يعني خديه كده وابعتي الفيديو لاصحابك وقولي لهم فكره حلوه قوي تعالوا ننفذها. الكلام القوي ده، ولو في حاجه وقفت معاكي او مع اصحابك او ايا كان هتلاقوني دايما جنبكم ومعاكم بامر الله. عايزه كده يعني يا رب يا رب ما كسلش واقف تاني. والله هي مش فكره كسل، انا بحب الكاميرا جدا، بحب اتكلم مع الناس جدا، بحب اسمع الكلام الحلو قوي، بفرح قوي 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 لما بعرف اللي هو انا قدرت اساعد واحده، يعني بجد احلى سعاده في الدنيا. ولكن الفيديو عشان ينزل والله العظيم بيقعد وقت كبير قوي. الناس اللي عندها مثلا تشانل على اليوتيوب الفيديو بياخد مني 3-4 ايام ينزل، ده غير ان انا عشان بيبقى مقصوص وبقعد اركبه بياخد وقت كبير مني جدا، بياخد نت كتير جدا. لو هعمله من باقه طبعا انا مش عندي باقه لانه طبعا هتخلص، فبجيب كيوت فكه، فبحتاج مثلا بتاع 8 9 10 11 كيت فكه. والله صدقا انا عملتها قبل كده وكان فيديو صغنن ربع ساعه اخد مني 7 كيوت، فاللي هو كان 77 جنيه عشان انزل فيديو، فالموضوع صعب. بلس ان انا القناه عندي مش فيها يبح ولا بتطلع فلوس ولا الكلام ده كله، فاقول لك عادي هصرف من الارباح اللي بتجيلي، لا مفيش اي حاجه، انا شايله نفسي بنفسي ذات نفسي، وربنا واحد اللي عالم الدنيا ماشيه ازاي مع الكل. فاهمين؟ يعني ممكن يبان من بره الله يا سلوى عندها اكاديميه وعامله لا لا والله العظيم لا والله انا عليا فلوس انا عليا فلوس بس ما برضه ما نحكمش على الناس من اللي بره، يعني ما نحكمش كده ايه ده في مثلا ماسكه تليفون، لا عادي ممكن تبقى جايباه بالقسط، عندها عربيه لا عادي ممكن يبقى ويسة او جايباه برضه بالقسط. ايه ده مش عارفه جايبه طقمي مش عارفه ايه، ممكن يبقى جاي لها من حد من قريبه، فلا ما نحكمش على حد من الظاهر، ودايما نقول اللهم بارك ما شاء الله، لان بجد بجد الحسد والعين بتوقف حاجات كتير جدا. تمام. هستناكوا اللي عنده اي سؤال او عنده اي مشكله او عنده اي حاجه يكتب لي في الكومنتات، وبحبكم في الله جدا جدا جدا، مستني من الفيديوهات اللي جايه. وطبعا اي حد هديله هابي مسج او كده برضه. انا كنت عامله كيوت بقالها فتره اهي، مكتوب عليها سو اكاديمي ومكتوب عليها الايكون بتاعتي، انا مش عارفه هتبقى بالشقلوب ولا بالعدل، مش عارفه انهي اللي هيعدلها، ايا كان مكتوب رقم الواتساب تحت اهو ورقم الموبايل فوق، والاكونت بتاع البيج اسمها سو اكاديمي بالانجلش. تمام. والاكونت بتاعي اسمه سلوى قاسم بالعربي عادي جدا، وقناه اليوتيوب طبعا اسمها سلوى قاسم بالعربي. تمام. هوزع برضه القيود دي لان انا كنت عاملاها بقالي فتره فيها عنوان الاكاديميه، لان ممكن حد يسالني هي الاكاديميه في حدائق حلوان، حدائق حلوان في القاهره. طبعا انا عندي طلبه والله بتجيلي من الميج ومن الفيوم، لان اصحابها بيبقوا اخدوا كورسات معايا وبيبقوا جايين عن طريق اللي هو لا حد ثقه وبجد هيفرق معايا. نبقى نتكلم في موضوع بقى ان انت لو عندك هدف حتى لو بعيد هتحققيه ازاي وهتوصلي له ازاي ان شاء الله. هوزع الكيوت دي على الناس برضه عشان تبقى عارفه لو عايزه تتواصل معايا تتواصل معايا من خلال ايه، يعني فيها معلومات مكتوب سو اكاديمي لتعليم كورسات التفصيل تأجيل تفصيل تعديل، لو حد عنده فستان برضه بنغير في شكله بدل ما يتركن ده قوي فبنفتحه ونعمله كارديجان كده بحزام طويل، او اسي فستان اسي فبنخليه مثلا ميني دي اس مثلا قصير، او نفتحه نخليه فوق يكبر يتلبس عليه سكيرت من تحت، بنقدر نعدل في اي حاجه بامر الله. وبفصل زي ما قلت لكم كاجوال وسواريه وزفاف، كل حاجه بفضل الله بفضل الله بفضل الله. وفي اخر الفيديو والله مبسوطه جدا جدا جدا، وهستناكم اعملوا شيء كتير، ما تنسوش اللي مش عامل اشتراك يعمل اشتراك في القناه، وبحبكم في الله قوي 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 قوي. وبعدين بقى نبقى نتكلم عن مانيكان الصغنن، عن ميد وشوشني القمر، عن المج بتاع السكر ده صاحبة عمري اللي عاملهولي حاجات سكرية كده، الكوستر ده انا اللي عاملاه ناديا لما بعمل حاجه لنفسي والله، وانا اصلا كنت عاملاه لصاحبه عمري دي واخدته انا علشان كده لازم الهدايا اللي نجيبها تنفع للي قدامنا، وفي نفس الوقت لو اللي قدامنا كده ناخدها احنا في اي وقت عادي، اهي ماشيه زي القمر اهي. لا بهزر عليكم بس فعلا انا واخده منها، يعني انا كنت عاملاه لها واخدته، يعني حصل بينا خلاف قلت لها كفايه عليك الهديه دي والكوستر ده انا عيني فيه فانا هاخده ان شاء الله ابقى اعوضك خير. شكرا جدا جدا ليكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي،
وربنا يجعل لنا ان انا اشوف كل الناس اللي بتتابعني ان شاء الله، نظبط يوم وننزل كلنا كبنات يعني ونتجمع كلنا بأمر الله. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.